يا ماما يا ماما يا ماما اطلبي لي كنتاكي يا ماما. انا عايزه اكل كنتاكي يا ماما. كنتاكي ايه يا حبيبي اللي اطلبه لك؟ انت عارف كنتاكي دلوقتي وصل لكام؟ عشان خاطري يا ماما، لو بتحبيني نفسي في كنتاكي اوي يا ماما. طب خلاص، ايه رأيك ان انا هعمل لك كنتاكي في البيت او حاجة شبه كنتاكي او مقربة الكنتاكي انت بتحبها قوي؟ تعالى هنعمل مع بعض البانيه والبطاطس المحمرة والبيبسي الفظيع. تعالوا نشوف مع بعض هنعمله ازاي. هنجيب عندنا نص كيلو بانيه كده حلو، كنت جايباه لما كان الكيلو ب80 جنيه. كنت جايبه كيلو، اتبقى عندي نص كيلو، هجيبه وهبشر عليه بصلايه صغيره بالعين الصغيره، وهبشر عليه طماطمايه، وهحط عليه نص معلقه كمون ونص معلقه كزبره وربع معلقه سكر ونص معلقه ملح ونص معلقه فلفل اسمر ونص معلقه بابريكا، او معلقه الا ربع بابريكا مدخنه. هنقلب كل دوت في بعضه، قلب 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 قلب، وهنحطه على جنب. هنجيب الدقيق بتاعنا، هنعمله بدقيق ومن غير بيض، مش هنعمله ببقسماط. البقسماط مش حلو، مش بيبقى خليه حلو. هنجيب الدقيق بتاعنا، هنحط عليه ربع معلقه سكر، نص معلقه ملح، شويه او نص معلقه بيكنج باودر بيخليه منفوش وحلو قوي. لان انا مش هحط عليه بقسماط، البقسماط مش بيخليه حلو، انا مش بحبه بالبقسماط. دي البطاطس بعد ما قطعتها صوابع، طبعا بنقشرها ونغسلها ونقطعها صوابع ونحطها في طاسه في زيت غزير. كانت مقرمشه جدا. بنجيب البانيه بتاعنا بعد ما تبلناه وحطيناه على جنب، مش بيحتاج ان هو يتبل قبلها بيوم والكلام ده، لا. بنجيبه نحطه كده في الدقيق يمين وشمال يمين وشمال زي ما انتوا شايفين، وبنرصه كده. هناخد واحده كمان اهو، يعتبر ان احنا بنعفرها بالدقيق كده، ونحطها على جنب في طبق جنبينا. شايفين؟ ناخد واحده كمان. عايزه اقول لكم ان النص كيلو بقى تقريبا كيلو بانيه، ما شاء الله. ربنا يبارك قوي فيه يعني، ربنا بيبارك في الحاجه القليله. نسمي الله كده ونقول الله اكبر واحنا بنعمل الاكل، ونصلي على النبي في المطبخ. انا دايما عامله الذكر بتاع المطبخ الصلاه على النبي، عشان ربنا يطرح البركه في الاكل، ويطرح البركه في الحاجه اللي في المطبخ. الذكر بتاعي المفضل في المطبخ الصلاه على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كده هسيبه بس بتاع حوالي ربع ساعة ان هو يتعرق، انا عايزاه يتعرق بالشكل ده. تمام. هبتدي ان انا احطه تاني في الدقيق تعفيرة برضو مرة تانية، بس التعفيرة دي هتبقى من الدقيق على الطاسة عدل. مينفعش ان احنا نحطها نركنها على جنب، لان هيبتدي ان هو يتعرق جامد وهيبقى مش حلو وهيتعجن معانا. إيه ده الطريقة دي فيها ميزة وفيها عيب. الميزة بتاعتها ان احنا مش بنحط فيها بيض، بنوفر البيض لان البيض بقى غالي، والبقسماط والكلام ده بنوفر يعني حاجة. والعيب ان هو لو حطيتيه في الدقيق وسبتيه على جنب او حطيتيه في الفريزر هيتعجن وهيتلزق في بعضه وهيبقى مش حلو، مش هتعرفي تفكيه نهائي اصلا، مش هقولك بصعوبة نهائي. يعني التاني تعفيرة دي ممكن تعملي 3 تعفيرات 4 تعفيرات. تاني تعفيرة بالدقيق دي هيبقى من الدقيق زي ما انتوا شايفين على طاسة عدل، من الدقيق على طاسة عدل. شايفين بقى الجمال؟ شايفين الحلاوة والطعام والجمال؟ شايفين اللون؟ شايفين الناس بقى يجي يقولوا لي طب الطبقة بتبقى خفيفة وبتتشال؟ ما بتتشالش. والطعم تحفة 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 يعني، فظيع والله العظيم. شايفين الجمال؟ ولا بتاخد زيت ولا، يعني مش حاطة زيت كتير زي ما انتوا شايفين، ولا حطيت بيض. وبص بص يعني بجد، وتحاول اللون اللي انت عايزاه هتعمليه. شايفين الجمال؟ الأطفال بيحبوا البانيه جدا، والطريقة دي هيحبوه بيها جدا. مع شوية البطاطس الأيام دي رخيصة مش غالية ومنتشرة جدا. اعملها لهم وراضيهم مع شوية بيبس، يعني هيكونوا ايه آخر علاجة كده زي ما بيقولوا. ولا بتاخد وقت بقى، ولا نتبلها قبليها بيوم ولا قبليها ب10 أيام، ولا الكلام ده. هو هوب ايه، تطلعي البانيه
يتسيح شويه ويبتدي ان انت تتبليه. مفيش التتبيله اللي هي بتاعه الطماطم، لما تبشري طماطمايه معاه بالعين اللي هي الصغيره بالمبشره، والبصلايه بالعين الصغيره بالمبشره، مش بتعمل اي تفل، مش بتخليها مسكره جدا، مفيش اي ريحه زفاره ولا في اي حاجه. بتاكلي عباره عن نكهه، طعم فظيع رهيب. شايفين بقى؟ ده الفينش النهائي. شايفين؟ انا مش بحب احط تحتيه البانيه بالذات تحتيه خضره وكده، لان مش بيبقى حلو. وابتديت ان انا اجيب لهم الكوبايات بتاعتهم الاستانلس دي، واحط لهم فيها بيبس. يعني انتوا مش متخيلين هم كانوا عمالين يتنططوا حواليا ازاي، ويقولوا لي ربنا يخليكي لينا يا ماما ويدعوا لي ويحضنوني. ربنا يفرح قلوبهم يا رب، ويجعل الفرح دايما من نصيب اولادي يا رب، اولاد المسلمين. جربوه، مش هيكلفكوا كتير، مش يعني وسريع جدا، وهتفرحوا اولادكم، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناه، تدعوا لي دعوه حلوه. شايفين؟ انا هدوق معاكم، هقطعه دلوقتي بايديا دايب خالص يعني، ولا تشدي ولا اي حاجه. شايفين؟ شايفين انا بطلع اللي هي الطبقه اللي انتوا، اللي مثلا ممكن حد يقول لي الطبقه بتبقى خفيفه وبتطلع كده، مش هي تطلع الطبقه يعني. بسم الله ما شاء الله يعني. طريقه سريعه وموفره ولذيذه جدا. شايفين قطعه البانيه مع بطاطسيتين كده بقى؟ حاجه اخر كفاءه. جربوها هتعجبكم قوي، وهتعجب الاولاد الصغيرين. بالهنا والشفا على قلوبكم.